لو بصينا في أي مطبخ غالبا هنلاقي عبوة بسيطة جدا، لكن وراها حكاية هندسية مدهشة. منتج بيبدأ سائل طازج وفي الآخر بيبقى مسحوق ناعم ممكن يفضل صالح لشهور طويلة. فيا ترى إزاي اللبن اللي هو مادة سريعة التلف بطبيعتها بيتحول للشكل المستقر ده؟ النهاردة هنكتشف مع بعض رحلة اللبن المجفف من المزارع الخضراء لقلب المصانع العملاقة عشان نعرف أسرار التحول المذهل ده. وعشان نفهم حجم الصناعة دي خلونا نبص على رقم واحد بس. كل سنة العالم بيستهلك أكتر من 11 مليون طن لبن مجفف. الرقم الضخم ده مش بيخليه مجرد سلعة عادية، لا، ده بيخليه عنصر أساسي في الأمن الغذائي والاقتصاد العالمي كله. طيب إيه هي الأسرار الهندسية والعلمية اللي ورا التحول ده؟ كل حبة مسحوق بتبدأ قصتها هنا في المزارع دي، لأن جودة المنتج النهائي مستحيل تكون أحسن من جودة مكوناته الأصلية، فالرحلة كلها بتبدأ من هنا، من الاهتمام بصحة ورعاية الأبقار. في المزارع الحديثة كل بقرة تعتبر مصنع حيوي صغير، بتاخد نظام غذائي محسوب بالملي، من السلاج الغني بالعناصر الغذائية للحبوب المركزة، لأن كل حاجة بتاكلها بتؤثر بشكل مباشر على تركيبة اللبن. ومع استهلاك ممكن يوصل ل 200 لتر مياه في اليوم، البقرة الواحدة بتقدر تنتج حوالي 38 لتر من اللبن عالي الجودة. عملية الحلب نفسها بتتم في بيئة متحكم فيها بالكامل، أنظمة آلية دقيقة بتستخرج اللبن بلطف وبتنقله فوراً من خلال أنابيب معقمة من الستانلس ستيل لخزانات تبريد. الهدف هنا هو السرعة والنظافة المطلقة، لأن كل ثانية بتعدي ممكن تأثر على جودة اللبن، فما فيش أي مجال للغلط. بعد ما اللبن بيتجمع بيتنقل في شاحنات مبردة للمصنع، وأول ما بيوصل بيبدأ فصل جديد خالص في الرحلة دي، عنوانه هو السلامة وتوحيد مواصفات المنتج. بمجرد ما اللبن بيوصل المصنع بيعدي على أول وأهم عملية عشان نضمن سلامته، البسترة. ودي عبارة عن معالجة حرارية دقيقة جدا متصممة عشان تقضي على أي كائنات دقيقة ممكن تكون ضارة. دي خطوة الأمان رقم 1 واللي مفيش فيها أي تهاون. عبقرية البسطرة في توازنها الدقيق. اللبن بيتسخن بسرعة لدرجة حرارة 72 مئوية لمدة 15 ثانية بس. الحرارة والوقت دول كافيين إنهم يقضوا على 99% من البكتيريا الضارة من غير ما يأثروا على القيمة الغذائية للبن. وبعدها فوراً بيتم تبريده ل4 درجات مئوية. الصدمة الحرارية دي بتوقف أي نشاط بكتيري متبقي تماماً. بعد ما اتأكدنا من سلامة اللبن بتيجي خطوة توحيد المواصفات، وهي فصل الدهون. اللبن بيدخل جهاز طرد مركزي بيلف بسرعة رهيبة، بتوصل ل 7000 لفة في الدقيقة. القوة دي بتفصل دهون اللبن اللي هي أخف في الوزن عن باقي المكونات. الخطوة دي مهمة جدا لأن الدهون دي ممكن تتأكسد مع الوقت وتبوظ طعم المسحوق النهائي. الدهون دي بتستخدم في منتجات تانية زي الزبدة، واللبن منزوع الدسم بيكمل رحلته عشان يبقى بودرة. ودلوقتي احنا وصلنا لقلب العملية كلها. التحدي الأكبر هنا هو إننا نشيل المكون الرئيسي في اللبن وهو المية ونحوله من سائل لمادة صلبة دقيقة. المشكلة الهندسية بسيطة في فكرتها، بس تنفيذها معقد جدا. اللبن بيتكون من حوالي 87% مياه، وعشان نطول عمره لازم نشيل معظم المياه دي. المرحلة الأولى هي التكثيف، وفيها بنتخلص من الجزء الأكبر من المياه عشان نحضر اللبن للتحول النهائي. اللبن بيدخل مبخرات ضخمة. هنا تحت ضغط منخفض المياه بتتبخر في درجة حرارة أقل من درجة الغليان العادية. دي حيلة هندسية بتحافظ على طعم اللبن وقيمته الغذائية. في المرحلة دي بنتخلص من حوالي 80% من الماء، واللبن بيتحول لسائل كثيف ومركز. لكن احنا لسه موصلناش للمسحوق. ازاي السائل الكثيف ده هيتحول لبودرة ناعمة وجافة تماماً؟ هنا بتيجي أكتر خطوة مثيرة في العملية كلها. اللبن المركز ده بيتضخ بضغط عالي جدا لأعلى برج تجفيف عملاق، وهناك بيترش على هيئة رذاذ ناعم جدا. وفي نفس اللحظة اللي بيخرج فيها الرذاذ ده بيقابل تيار هواء سخن جدا حرارته بتوصل ل 220 درجة مئوية. التحول بيحصل في أقل من رمشة عين. المية بتتبخر فوراً وما بيفضلش غير جزيئات اللبن الصلبة اللي بتنزل زي التلج الناعم في قاع البرج، وكده بيكتمل تحولها لمسحوق. دلوقتي بقى عندنا مسحوق اللبن، بس الرحلة لسه ما خلصتش. لسه فاضل الخطوات النهائية الحاسمة اللي بتضمن الحفاظ على جودته وحمايته خلال رحلته الطويلة لحد ما يوصل للمستهلك. المسحوق الجديد ده حساس جدا لعدوين رئيسيين، الرطوبة والأكسجين. عشان كده أولاً بيتم تبريده عشان ما يحصلش فيه تكتلات.
بعدين وقبل ما العبوة تتقفل بيتضخ فيها غاز نيتروجين خامل عشان يطرد الأكسجين. الخطوة دي بتمنع عملية الأكسدة اللي ممكن تبوظ طعم المنتج. وأخيراً العبوات بتتقفل بإحكام وبيتكتب عليها بيانات التتبع عشان نضمن الجودة والشفافية الكاملة. إذن هي دي الرحلة كاملة، عملية دقيقة جدا بتجمع ما بين رعاية الطبيعة ودقة الهندسة. كل خطوة من المزرعة للعبوة متصممة بعناية فائقة عشان تحول مادة طبيعية سريعة التلف لمنتج آمن ومغذي ومستقر بيخدم الملايين حوالين العالم. بعد ما فهمنا إزاي اللبن السائل بيتحول لمسحوق، بيفضل سؤال: لو قدرنا نطبق الهندسة دي على اللبن، يا ترى إيه الأطعمة التانية اللي ممكن تتحول بنفس الطريقة؟ ده سؤال بيفتح الباب لعالم كامل من تكنولوجيا الأغذية.